أنا سميتي عبد الرحيم من مدينة الدار البيضاء. خدام هنا هاد ساعة أخرى الله أعلم. كنتمنى توسعوا خاطركم حيت هاد الشي اللي غنعاود لكم طويل بزاف، وأهم حاجة غنوصيكم عليها هي ما تنساوش ديروا لايك وإعجاب وتعليق إلا عجبتكم القصة، باش دايما يبقى يوصلكم الجديد ديالنا. انا اخوتي القصه ديالي كتشبه شويه بالقصه ديال الاخ اللي كان كيقرا في المدرسه القرانيه هو وصاحبه. هما تصاحبوا والفقيه اللي كيقريهم بسبب الجن. داك الاخ هو اللي شجعني نكتب لكم. دابا من بعد ما قرأت القصه ديالو وكنتمنى من الله يدير ليه وليا شي تاويل ديال الخير. وقبل ما نبدا القصه ديالي كنتمنى من الاخوه اللي غادي يتصنتوا ليا يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ويقراو شي ايات من القران وايه الكرسي، حيت هذا الشيء كيخلع بزاف. انا اصلا من الجنوب المغربي، تما خلقيت وكبرت وتعلمت في واحد المسجد حتى درت 10 سنين. ووالدي صيفطوني لواحد المدرسه ديال القران كاينه في النواحي ديال ترودان نكمل فيها القرايه ديالي زعما. دوزت في ديك المدرسة 5 سنين، ومن بعد تحولت لواحد المدرسة أخرى باش نقرا فيها العلوم الشرعية واللغة العربية وداكشي اللي كيتقرا في المدارس العتيقة كما كتعرفوا. المهم ديك المدرسة فاش غتبدا القصة ديالي واللي غنحاول نختصرها قدر الإمكان، وكنتمنى توسعوا خاطركم معايا. تعرفت على واحد السيد تما كان حتى هو كيقرا العلوم بحالي، وتعاشرنا انا وياه في نفس الغرفه، وكنا معروفين بالزعامه حيث كنا كنديروا محاولات لطرد الجن واستخراجهم، وايضا كنا كنقلبوا على السحر باش نبطلوه. حتى لهنا كانت الامور عاديه، ومحاولات ديالنا كانت محاولات بسيطه لا اكثر. واحد النهار عيط لي الفقيه انا وصاحبي وطلعنا عنده البلاصه فين كيكون. واجهنا انا بداكشي اللي كنديرو ملي كنخرجو من الجامع، وبدا كينصحنا وكيقول لنا هذاك عالم خايب خاصكم تبعدوا منه. ولكن حنا كان راسنا قاصح بزاف متسوقناش الكلام. خرجنا من عنده ضاحكين، وفي الليل كنا معولين نخليوها عاود تاني. في ديك الليلة غادي تبدل حياتي بمرة، حيت داكشي اللي وقع فيها والله يوقع غير نص الإنسان عادي حتى يسكت ليه قلبه. فاش كنا عند الفقيه شفنا واحد الكتاب قديم فوق واحد الطبلة، واتفقنا ناخدوه بالليل ملي يمشي. وداكشي اللي درنا، مشيت انا وصاحبي وخديناه ورجعنا للبيت وشعلنا الشمع وبدينا نقراوه. هاد الكتاب ما عندوش علاقة بدوك الخزعبلات ديال شمس المعارف وداك التخربيق. هذاك كان كتاب قديم بزاف ما عرفنا منين جابو. المهم بدينا نقراو عادي، حتى واحد شوية بديت نحس براسي عرقان، وكنشوف السيد اللي معايا حتى هو كله كيقطر بالعرق. في ديك الساعة حسيت بواحد الخوف ما عمري غننساه، ولدابا وقت ما تفكر داك المنظر لحمي كيتبورش عليا. كنشوف صاحبي العرق كينزل منه وانا كنقرا شويه بداو عينيا يتقلبوا وترفع، والله لا ترفع بمعنى الكلمه. وليت كنشوف السيد معلق في الهواء كيتركل برجليه وعينيه بياضو. ديك الساعه انا بديت نغوت بالجهد وطلقت من الكتاب وشديت السيد وكنجبد فيه باش نجلسو حدايا، ولكن بحال كنجبد في شي قنطار تقول شي واحد شدو من الفوق. بديك اللحظة وانا كنجبد السيد بديت نفشل وبديت نشوف شي خيالات قدامي. كنشوف شي حاجة كلها كحلة قدامي مغطية على عينيا، وكنغوت بربي اللي خلقني والو. وكنشوف داك السيد كيتركل في السقف، ما في جهدي ما ندير. يقو بيا الخوت ما حسيت براسي حتى سمعت الاذان ديال الفجر كيود. لقيت راسي مرمي في قنت ديال البيت، وداك الدري اللي معايا مكتف ومسند على الحيط. من الصدمة خرجت كنجري وعيط للفقي وانا كنغوت بحال الهبيل. جا كيجري وملي شاف داك المنظر عرف باللي هزينا الكتاب. ما عمرني ننسى ديك النظرة اللي دار جهتي. ملي شاف الكتاب كون لقى يقتلني داك النهار، كون قتلني والله اعلم.
بدا يقرا حتى انا عاونته في القرايه، حتى فكينا السيد وجلسنا وكنرقيوه حتى فاق. المشكله السيد ملي فاق ما عقل على حتى شي حاجه. كنسولو اشنو شفتي، كيقول كنت ناعس عادي وفقت، اش بغيتيني نشوف. المهم ملي صبح الحال عيط علينا الفقيه عاوتاني ومشينا عندو، وهاد المرة شدني وقال لي اش من صفحة قريتو من هاد الكتاب وشنو شفتو، وكان معصب علينا بزاف. ملي عاودت ليه داكشي اللي شفناه بقى ساكت شحال، وقال لي عرفتي انت كنتي غتخرج على راسك وعلى السيد، ولكن شي حاجة منكم درتوها خلاتهم يبعدوا منكم. انا والله ما عرفت شنو درنا. المهم وسمحي لي بزاف على الإطالة، عارف هذا الشيء غيجيكم ممل، ولكن أنا بغيت نعاود لكم بالتفاصيل باش تعيشوا القصة كما عشتها أنا. المهم من داك النهار تبدلت حياتي بمعنى الكلمة. داك السيد اللي معايا ما وقع ليه والو وما تأثرش كما تأثرت أنا. من مور داك الشيء وليت ديما كنشوف أحلام خايبين، وملي كتضربني الفيقة كنلقى واحد المرأة جالسة حدايا ودايرة الخمار وتبقى تشوف فيا، وكنقرا حتى نعيا والو ما كتمشيش. بقيت على ديك الحالة شهر تقريبا، وبدات تبان لي حوايج اخرى اكثر من الاول. كنت الا خرجت برا ديال المدرسة كنشوف الجن مباشرة، والله العظيم الا مباشرة. يعني الا كان شي جن قدامي ولا حدايا وخا يكون مسيف كنعرفو، حيتاش كانوا كيبقاو يشوفوا فيا بزاف، كاين فيهم اللي تيتبعني حتى كندخل المدرسة ويرجع. وملي كنشوف شي واحد مسحور ولا ساكنو شي جن كنعرفو وخا ما يهضرش معايا. هادشي اللي اثر عليا بزاف، ومشيت عند الفقيه وعاودت ليه المشكل باش يشوف ليا شي حل، ولكن للاسف الفقيه زاد غرقني كتر، الله يرحمه ويغفر ليه. عاودت ليه المشكل وقال لي هذيك هبه من عند الله، وربي كيكشفهم ليك باش ترد بالك منهم وتعرفهم وما عندك مناش تخاف، انت محصن وما كاين اللي يقرب لك. الصراحه كلام مشجعني بزاف، وبديت نتعمق اكثر في الاصول ديال الجن، وبقيت كنجلس مع الفقيه بزاف، وهو كان كيعلمني طريقة إبطال السحر وطريقة إخراج الجن. والسبب كما كان كيقول هو باش يحسنني، ولكن في الأخير داك الشي كان غير كذوب، حيت الهدف ديالو والسبب كما قلت لكم أنه غير بغى يربح على ظهري، حيت أنا وليت كنمشي معاه لجلسات إبطال السحر والرقية والصرع، وكنشارك فيها داك الشي اللي علمني. تيقوا بيا الخوت. كنا كل ما مشينا عند شي واحد كنحس بلي جزء مني بدا كيموت، كنشوف شي امور ما عمري تخيلت نشوفها في حياتي. كنا بعض المرات كنبقاو سيمانه وحنا كنرقيو في شي حد باش يخرج منه الجن الساكن فيه، وبعض الاحيان غير ساعات على حسب القوه ديال الجن. واصعب انواع الجن اللي كنا كنلقاوهم فيهم مشكل هو الجن العاشق، لدرجة أننا واحد المرة دوزنا شهر عند شي ناس يوميا كنرقيو بنتهم، كان ساكنها واحد الجن من أخطر أنواع الجن كيتسمى الجن المارد، وكان كيعشقها. كنا كنعسو بالليل وكيجي عندها ويهدد فينا وباللي غادي يحرقها ويشتت منا إلا ما خلينا في التقار، ولكن ديما الفقيه كان كيقمعو. وفي الاخر خرجناه من ديك السيدة بواحد الصعوبة كبيرة، ودابا الحمد لله راه تزوجات وعندها ولادها. هادشي كامل اللي عاودت لكم غير جانب صغير من حياتي مع هاد المخلوقات، واسمحوا لي على الإطالة حيت كان لابد باش تعرفوا أصلا المشكل. بقينا على ديك الحالة كنبطلو السحور ونرقيو عباد الله حتى لواحد النهار كنت جاي من السوق وداخل لواحد البلاصة فيها جنانات بزاف، وهاد الشي كان في الوقيتة ديال الظهر والشمس سخونة. دخلت للجنان شوية كنحس بحالي لا شي حاجة تبعاني من اللور، وكنحس بواحد البرودة كبيرة بزاف كتجيني من الجنب، وخا الحال كان سخون. شوية بلا ما نحس بدات الدنيا تظلام قدامي، والله العظيم إلا الدنيا كلها ظلامت عليا وما بقيت كنشوف والو، وبدا الحال يسخن بزاف بحال الا درتي الجمر تحت مني. بقيت هكا شوية وانا نحس بشي حد كيهضر في ودني من مورايا، حسيت بواحد الضربة في وجهي بحال الا ضربني شي حد بتصرفيقة. حليت عيني كان القراسي مكتف وشي كلاب دايرين بيا،
وكنسمع الحس في كل جهة، ولكن ما كنشوف والو. كنشوف غير دوك الكلاب قدامي، والبلاصة اللي انا فيها ما عارفهاش. ما بقيتش في دوك الجنان، وليت في بلاصة اخرى سخونة بزاف، وواحد الريحة قوية بزاف. بديت كنقرا القرآن وشي أدعية شوية، وهي تبان ليا ديك المرأة اللي قلت لكم كنلقاها حدايا بالليل دايرة الخمار. جات حدايا قالت لي بلا ما تعيي راسك بلا قراية، راك ما غتقضي والو. انا لساني تعقد، اول مرة في حياتي كنحس باللي غنموت وبلي شي حاجة غتوقع. بديت نقول لها شكون انتي، واش بغيتي عندي؟ وبديت نسمع شي وحدين كيضحكوا بالجهد، وحتى هي كتضحك وانا كنغوت. وبلا ما نرد البال شداتني من شعري وبدات تدفل عليا، وبدات تقول ما عرفتينيش، انا هي مولات الكتاب، انا هي اللي عيشتوها في العذاب من نهار اللي حليتو الكتاب وبديتو تقراوه. كتشوف فيا ومعصبة وكتغوت بحال شي دري صغير. وكنقول لها اش بغيتي عندي، وهي تجاوبني نتوما اش بغيتو عندنا، يا كنبعدو عليكم وكتبعونا، يا كنفارقوكم وكتلصقونا. قلت لها ولكن انا ما درت لك والو. وهي تضربني لوجهي بالجهد، وهي كتقول درتي بزاف درتي بزاف، ودابا غتعرف اش درتي. في ديك اللحظة بديت نبكي ورجعت نقرا القرآن، وهي تجهل وضربتني عاود تاني. قالت لي قلت لك ما تقراش، راك ما غتصور والو. قلت لي كلام الله هذا. قالت لي كلام الله، ولكن اش انت موضين؟ هنا الاخوان حسيت براسي بحال الا ترفعت، حيت فعلا تفكرت بلي انا ما موضيش، وهنا كنقصد بلودور كبير الجنابه حاشاك. داك النهار تفكرت كنت نعست، وقع اللي وقع، وملي فقت وعجزت ندوش قلت حتى نرجع من السوق. وهذه كانت أكبر غلطة درتها في حياتي، حيت تأكدت أنهم شدوني بسببها، حيت كون كانت موضي ما غيقربونيش. صافي ملي عرفت اش وقع قلت هذه هي الاخرى ليا، وبديت نترجاهم ونبكي. تخيلت على اخواني داك الشي كامل اللي قريت ديال القران تلف ليا، وليت بحال شي حك بلاقه، وبديت نبكي ونطلبهم يطلقوني. والو، كنسمع غير الضحك والغوات. وديك المراه ما بقاتش كتبان ليا، كنشوف غير الكلاب. بقيت هكاك يعلم الله شحال ديال الوقت، حيت في ديك الساعه ما بقاش عندي الاحساس بالوقت. والغريب اني ما كنتش كنحس لا بالجوع لا بالعطش، وما كنفكرش فيهم واخا داز وقت طويل وانا مكتف. بقيت هكاك كنغوت ونحاول نتفكر شي حاجه ديال القران نقراها، ولكن والو. في حال الا شديتي راسي خويتي، حاولت ننعس لعل وعسى يكون داك الشي غير حلمه خايبه، وما كنجي فيها نغمض عيني حتى كنحس بالكلاب بداو يعضوني، ونفيق ونبدا نغوت فين انا شكون نتوما. في ديك الساعه جاوبني واحد بصوت غليظ بزاف، وعيط ليا بسميتي وسميت امي. قال لي ما عرفتيش فين كاين فلان ولد فلانة؟ جاوبته شكون انت؟ بدا يضحك، قال لي انا هو جهنمك، انا هو جهنم ديالك على الارض. والله اخوتي الا قالها بهذه الصيغه، ولكن بواحد الصوت حسيت به في الاعماق ديالي. بديت نقول انا بالله والشرع معك، وهو كيضحك وكيقول راه انا اللي خاصني نقول لك انا بالله وبالشرع ماشي انت، راه نتوما اللي تعديتوا علينا. حاولت نفهمو باللي الكتاب كنا ما واعيينش من اللي قريناه. جاوبني قال لي الكتاب كان غير بداية وانت السبب فيها. قلت لي اش من بداية؟ قال لي الكتاب ملي كان عند الفقيه كنا كنراقبوه وحاولنا نسرقوه ونحرقوه شحال من مرة، ولكن كان كيمنعنا بالتحصين، ولكن نتوما خديتوه بلا ما نردو البال، وبيه فتحتي على راسك واحد الباب كان سبابها في الهلاك ديال شحال من الجن. رجعت عاود تاني نبكي وانا ما فاهم والو. قال لي انت ملي قريتي الكتاب قريتي فيه واحد الجزء كنا كنحاولوا ندرقوه على الفقيه، وقريتي انت في غفله منا، وهذا الشيء اللي فتح عليك الرؤيه على الجن. داك الشيء علاش كتشوفهم وكتحس بيهم وبالمسحورين. ديك الساعه تفكرت ملي قال لي الفقيه اش من صفحه قريته في الكتاب، قلت لي على الجزء، وملي قلب عليه ما لقاش، وانا متاكد انني قريته، ولكن لسبب مجهول ما كانش الفقيه كيشوفهم.
وملي رجعت عند الفقيه وعاودت ليه باللي كنشوف الجن، تأكد باللي قريت داك الشيء وعلاش بدا كيديني معاه الجلسات ديال الرقية، حيتاش كانت عندي إمكانية نشوف الجن ونعرف واش باقي ساكن داك المكان أو الشخص ولا لا. مشكل أنني حلفت حتى عييت بلي ما كنتش نقصد، ولكن والو، ما تسوقوش ليا. وبديت نهضر غير بوحدي بحال الحمق، حتى دازت عاوتاني واحد المدة كنسمع الحس ديال ديك المرأة، وهاد المرة كان معاها بزاف ديال الأشكال، ما بين مشاش وكلاب وحناش وشي أشكال ما عمري شفتهم في حياتي. بديت نحاول نغمض عيني باش ما نشوفش داكشي، ولكن والو، ما بغاوش يتسدوا. وهي كتضحك وتقول غير شوف هنا، راه ما عنده فين تمشي، هاد المرة هنا غتبقى، كتقولها وهي كتضحك. وانا كنحاول نبعد عيني وكنقلب على فين انا، ولكن والو، بحال الا كاين في شي قبر كبير ولا كيبان ليا لا شارجم لا والو. الدنيا مضويه وكتضوي غير ملي كيحضروا، والريحه قاصحه حاشاكم. جات قربت مني وجلست بجنبي وبدات تهضر معايا، قالت لي عرفتي شكون هادو؟ وكانت كتنعت لي لهادوك اللي جاو معاها. قلت ليها كلاب ومشاش وحناش، وهي تصرفقني. قالت لي دوك الكلاب والمشاش اللي تسيفوا ليك بصفتهم الحقيقية، من هنا لعندك اللي خلقك يعني غادي تموت. قلت ليها شكون هادو؟ جاوبتني هادو الجن اللي تسلطتي عليهم انت وداك الفقي ديالك وبديتو تسودو عيشتهم. هذاك هو اللي جريتو عليهم من بلاصة الفلانية، وهذاك هو اللي خرجتوه من فلان ولد فلانة. وانا بحال الحمق كنحلف ليها باللي ما كنعرفهمش، حتى وراتهم ليا واحد بواحد. المشكلة انني عاقل عليهم كاملين. قلت ليها هما اللي تعداو على الناس وحنا رديناهم منين جاو. وهي ترافقني عاوتاني وقالت لي شكون نتوما باش تحكموا عليهم. بغيت نجاوبها ولكن ما قدرتش، لساني تعقد عاوتاني وهي كتكلم وتسب فينا. بغيت نطلب المسامحة ما قدرتش، يلا بغيت نقول لها سمحي لي وهي تقاطعني. قالت لي شتك ما سولتينيش شكون انا. قلت لها وعلاش غنسولك اش بيني وبينك؟ قالت لي اللي بيني وبينك عمرو يتمحى ولا يتنسى. قلتها بهذه الطريقة وخدعاتني. قلت لها شكون انتي؟ قالت لي انا اللي فتحت لك الباب. انا اللي فتحت لك الباب. قلت لها اش من باب؟ قالت لي الباب اللي في الكتاب. الباب اللي في الكتاب. قلت لها ولكن انا ما طلبت تفتحي لي حتى باب. وهي تدور عندي وبدات تخمش فيا وتغوت وتقول عذبتيني واستعبدتيني وخليتيني نفتح لك الباب، اش بغيتي عندي. وكتقولها هكا وهي كتقمش فيا والدمايات مغطيين وجهي. شويه بديت نسمع داك الصوت الغليظ اللي من قبل كان كيعيط ليها بواحد السميه مازال ما عرفتهاش لدابا. فاش عيط ليها تلقات مني وحنات راسها مطيعه ليه. وهذا الشيء بين لي ان مول داك الصوت شي حاجه عندهم. بدا يهضر معايا عاوتاني ويعيط ليا بسميتي وبسميت الام ديالي. قال لي واش عرفتي شحال دوزتي هنا؟ قلت ليه ما نعرف. وبدا يضحك بالجاد. قال لي دابا تعرف. قال لي واش عارف اش درتي؟ قلت ليه ما درت والو. وهو يغوت درتي وداك الشيء اللي درتيه هو اللي جابك لهنا. سنين وحنا تابعينك وكنتسناوك تغلط ودابا جيتي حتى لبين يدينا. قلت ليه اش درت؟ قال لي عذبتي الكثير من الجن وحرقتي بزاف منهم وخاصك تخلص الدية. قلت ليه اش من دية؟ قال لي نقتلو شي واحد من عائلتك. والله العظيم إلا هكا قالها لي نقتلو شي واحد من عائلتك. جاوبتو وعلاش؟ قال لي باش تعلم تقرب من سيادك. قلت ليه انا عندي غير امي وهي حياتي، الا قتلتوها غير قتلوني. بدا يضحك ويقول لي امك ما غنخسوهاش حيت لحمك انت. جاوبتو انا عندكم دابا. قال لي لا بغينا ولدك. قلت ليه انا ما مزوجش. قال لي غادي تمشي وغادي تزوج وديك الساعه الحساب. قالها هكا وكيضحك بالجاد عاوتاني. في ديك الساعه بديت نحلف ليهم بالله الا طلقوني ما بقيت نمارس لا الرقيه لا والو ولا نقرب لشي واحد منهم. كنحلف وكنبكي حتى الصوت ديالي ولا بح، وبديت نحس براسي تخنقت.
حلت عيني وأنا نشوف واحد الخليقة لا إله إلا الله وصافي. ما عمري شفت بحالها، لا في الطول ولا في العرض. كان كبير بزاف، أكثر ما كان تخيل. مع العلم البلاصة اللي كنا فيها كانت ضيقة. بقيت كنشوف فيه وهو يضحك. قال لي ما عرفتنيش؟ جاوبته عرفتك، انت اللي كنت كتهضر معايا دابا شوية. وبدا كيضحك عاود تاني. قال لي دابا شوية؟ قال هاو كيضحك. قلت ليه مالك؟ قال لي إلا قلت لك شحال داز على ديك شوية غادي تموت. بقيت ساكت وهو يعاود يهضر معايا. قال لي فلان ولد فلانة، واش داك الوعد اللي عطيتي وداك العهد اللي قطعتي صحيح وغتلتزم به؟ بلا شعور أكدت عليه وكنعاود نحلف. قال لي أعطيني عهد الله ما تبقى تقرب لشي واحد منا بأي شكل من الأشكال. أعطيته عهد الله وهو يقول لي ليكن في علمك باللي النتيجة ديال نقض هذا العهد هو الروح ديال واحد من ولادك. قلت لي أنا ما مزوجش. قال لي غادي تزوج وغادي تولد. سكت شوية وعيط لي عاود تاني بسميتي وسميت الأم ديالي. قال لي سير كتاب لك عمر جديد وبيناتنا القصاص إلا رجعتي في كلامك. ما جا فيني كمل كلامو حتى كتضربني الفيقة في واحد الخلا يعلم الله فين كاينة. نط جمعت الوقفة وبديت نقلب في ذاتي ياك ما قطعوا ليا شي يد ولا صبع ولا شي حاجة. الحمد لله كانت الأمور طبيعية، ولكن كل موسخ وداير بحال شي بوهالي. شعري كبير ولحيتي كبرات. بقيت غادي هايم حتى وصلت لواحد الطريق كدوز منها الحديد. دازت شي ساعات بانت ليا واحد الطوموبيل شيرت ليها. جاب الله كانوا فيها الناس بزاف اللور، حيت كان بيكوب. وقف ليا قال لي مالك؟ قلت ليه توضرت، هزوني داوني للفيلاج. ملي وصلت ليه تصدمت وتعقدت اكثر من القياس. لقيت راسي في واحد البلاصه من غير هذيك اللي كنت فيها. ملي شدوني كنت في تارودانت في واحد الدوار فيها. وملي طلقوني لقيت راسي في النواحي ديال مراكش. والمشكله اللي دازت عقدتني. لقيت عام ونص داز على الوقت فاش شدوني. يعني دوزت عندهم 18 شهر. مشيت جلست في واحد القنت كنبكي وكنفكر في الوالدة ياك ما وقع ليها شي حاجة وأنا كنبكي. سمعت واحد منهم هضر معايا. قال لي بلا ما تخاف أمك ما بها والو. درت ما لقيت حد. جمعت الوقفة مشيت عند واحد الحمام، دخلت عند مولاه طلبتو ندخل نغسل حالتي. وحتى هو الله يجازيه ما قصرش معايا، اعطاني حوايج جداد وجمع لي الفلوس المركوب وخا ما عاودت ليهم والو. وفاش وصلت للدار حسيت براسي إلا غبت 20 عام. والله العظيم إلا لقيت الوالدة مسكينة قدام الدار جالسة مهمومة. ما جيت نعيط ليها وامي حتى بدات تبكي وتزغرت مسكينة. وانا من داك المنظر تحت الارض وما عقلت على راسي وهي مسكينة كتبكي وتبوس فيا وانا كنقول لها اسمحي لي امي اسمحي لي. لقيتها مسكينة حالتها حالة من جهدي. والحمد لله لقيت واحد خوها الله يرحم ليه الوالدين مهلي فيها وما خاصها خير، ولكن ديما معذبة من جهتي مسكينة. وقالت لي باللي قلبت عليا ومشات للمدرسة ديال القرآن وقالوا لي خرج ما رجع. وقف معايا واحد السيد واتصلوا بالإذاعة وداروا نداء ووالو. سولاتني فين كنت هاد المدة. قلت لها كنت حارقة الوالدة ما بغيتش نقول لها اش وقع. هادشي عاودت لكم اخوتي دازت عليه دابا 11 عام. كان في عمري ديك الساعة 24 ودابا في عمري 35. انا دابا تزوجت الحمد لله وعندي بنية وولد وما عمري قربت لداك الشيء الى يومنا هذا. ونهار غندخل بمراتي وقفات عليا ديك المرا قالت لي ها انت تزوجتي وها العهد بيناتنا هنا غيبدا. ومن ديك الساعة ما بقيت شفتها ولكن باقي كنحس بيهم مرة. هي القصة ديالي اخوتي وكنتمنى منكم تقولوا لي في التعليق الى عجبتكم ولا لا. وما تنساوش ديروا اشتراك ولايك وتشجعونا باش دايما يبقى يوصلكم الجديد. ونصيحة ديالي دوك الناس اللي كيقراو الكتوبة ماشي ديالهم ويقلبوا على الويل اللي كحل راه غتجيبوها فراسكم. انا راه كنت فقيه ومحصن ونهار جات فيا الضربة ما رحمونيش
اتقوا الله في الأنفس ديالكم وبعدوا على الطريق ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله.